فيه معاكم ونفكر فيه ونتناقش في أهم الأحداث اللي حصلت خلال الأسبوع الماضي، اللي بكل تأكيد بينقسم فيها الأسبوع الماضي شخصيا بنتائجه الأهلي وكأس العالم للأندية. اللي حصل ده نجاح ولا اللي حصل ده إخفاق؟ اللي حصل ده إنجاز ولا اللي حصل ده تمثيل غير مشرف للكرة المصرية؟ وكل الكلام العالي قوي ده اللي كان بيتقال. الزمالك والدوامة اللي داخل فيها الفريق والبداية المحبطة في دوري أبطال أفريقيا بعد النهاية كارثية في الدوري المحلي. تعالوا نبتدي بالسؤال الأول، من وجهة نظركم اللي حصل في كأس العالم للأندية مع الأهلي إنجاز ولا مش إنجاز؟ ببساطة كده أنا على ما تخشوا هبتدي أفكر معاكم بصوت عالي، وتعالوا نتكلم كده سوا ونشوف هو يعني إيه إنجاز. أنا هقول لكم الآخر وبعد كده نبتدي نثبت الكلام اللي أنا عايز أقوله. في رأيي يعني إن مستحيل أصنف اللي حصل للأهلي ده على إنه إنجاز، وفي نفس الوقت مستحيل أصنف اللي حصل للأهلي ده على إنه إخفاق. إزاي؟ اللي حصل ده مش إنجاز لأن الأهلي في الفترات الماضية اعتاد على الفوز بالميدالية البرونزية. لم يحقق الأهلي الميدالية البرونزية اللي هي على الأقل تساوي الحد الأدنى دلوقتي من طموحات جمهوره، لأنك وصلت بالفعل للمستوى ده، ومش مرة واحدة لا مرتين، فما كانتش استثناء للقاعدة، هي أصبحت القاعدة إنك لما تشارك تقدر توصل للميدالية البرونز. في غيرك من الأفارقة وصلوا للمباراة النهائية حصل، وبالتالي الإنجاز كان إنك تكسب ريال مدريد وتروح تلعب على الفضة. الإنجاز كان إنك تحقق الميدالية البرونز للمرة الثالثة على التوالي، صح كده؟ وبالتالي صعب قوي أصنف اللي حصل للأهلي على إنه إنجاز حقيقي جدا. لكن في نفس الوقت هل هو إخفاق؟ إيه هو الإخفاق؟ الإخفاق هي حالة من الفشل الكارثي. الفشل الكارثي ده بيصحبه دايما تغييرات، وبالتالي ليه؟ علشان أصلح وأصحح المسار. فبالتالي الإخفاق ده هو معناه إن أنا حدت عن المسار، بعدت عن المسار اللي أنا عايز أشوف فرقتي عليه. فأنت هنا بتبتدي ما تبصش على النتائج، بتبتدي تبص على الأداء، بتبتدي تبص على المشروع. بمعنى ان كان سهل مثلا الاهلي يضحي بمانويل جوزيه في كاس العالم للانديه في اول مشاركات القلعه الحمراء في البطوله، لما الاهلي افتتح رحلته مع مانويل جوزيه في كاس العالم للانديه باخفاق امام فريق سعودي. كان ممكن ساعتها يتقال لك مش ده اللي احنا بنطمح ليه. انت مش ده اللي بتطمح ليه، فده مش انجاز. لكن هل هو اخفاق؟ هل مانويل جوزيه ليه رصيد عندك؟ هل اللعيبه دي انت واثق في ان هي تقدر توديك وهو ده طريق الاهلي السليم؟ كانت الاجابه كلها فاستمر الاهلي. نفس القصه بالنسبه لمارسيل كولر. انت بتسال نفسك هل الاداء اللي اداه الاهلي في كاس العالم للانديه فعلا يتصنف اخفاق؟ لو بصيت على النتائج ممكن، لان الاهلي خسر بالنتيجتين تقال في الماتشين المهمين قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو. لكن انت هنا فعلا ما بتقدرش تقيم النتيجه، لان انت بمنتهى البساطه كان ممكن تدافع قدام ريال مدريد وتشيل نفس السكور على سبيل المثال. ونفس القصه بالنسبه لفلامينجو. احيانا ظروف المباريات بتوديك لاخفاق، لكن الاخفاق لما يحصل وعندك فيه نقاط مضيئه، فانت اعتقد بتبص على النقاط المضيئه زي ما بتبص على النقاط السلبيه، وبتحكم المشروع ده يوزن ان هو يكمل ولا المشروع ده لا لازم ينتهي لحد كده وندور على حاجه تانية. الاهلي كان ندا لمنافسين اقوى منه اللي هو ريال مدريد، وفي قوته اللي هو فلامينجو. الاهلي كان في مراحل كثيره من مباراتين ريال مدريد وفلامينجو قادرا على انه يعدل النتيجه ويمشي المباراه في سير مختلف، في مسيره مختلفه. وبالتالي انت هنا بتقيس مع نفسك ان لا، اللي حصل ده ما كانش اخفاق. اللي حصل ده مش انجاز صحيح، لكن لا يساوي ابدا اخفاقا، بما انك بصيت على انك في مراحل ما كنت ند لريال مدريد وكنت ند لفلامينجو، وكانت تفاصيل رفيعه حرمتك من البرونز، من الميداليه البرونز. ما حرمتكش في ماتش ريال مدريد في كل الاحوال بصراحه، لكن في ماتش البرونز، في ماتش فلامينجو، لا انت فعلا كان في ايدك الميداليه البرونزيه وانت ضيعتها، لان فريق فلامينجو ما كانش الند الاقوى منك، هو قوتك انما ما كانش اقوى منك بكتير. فده في وجهه نظري موضوع الاخفاق والانجاز. لكن تعالوا نبص بصه تانية على هو ليه السكور كان كبير، يعني ليه الاهلي اتغلب بسكور كبير، ونفكر مع بعض في ايه ايجابيات وسلبيات مارسيل كولر في طريقه اللعب دي وفي التفكير ده. الاهلي اتغلب بسكور كبير لان مدربه قرر انه يلعب جيم في مغامره هجوميه. حد هيقول لي ان ايوه دي حاجه كويسه علشان في النهايه ده شرف
وده الكره الحلوه وده الطموح اللي احنا عايزين نروح له كاهلي. هقول لك 100% معاك، ده الايجابيات دايما بتاعه اللعب بالمغامره، لكن في نفس بالمغامره الهجوميه يعني. واحد تاني هيقول لي المغامره الهجوميه دي كلفت الاهلي مشاكل كتير جدا، لان هي صعبت عليك المباراه. انت بتفتح جيم مع ريال مدريد، بتفتح جيم مع فلامينجو وانت بتلعب 10 لعيبه. اقول لك صح، برضه انا متفق معاك جدا. انت لو مطيت الماتش شويه ممكن جدا جدا ت... ت... ودفعت ولعبت 10 ورا الكوره، ممكن جدا تعيش حظوظك لفتره اطول، على امل ان في مرحله ما توصل بضربه ثابته، بضربه ركنيه، بحاجه شبه كده وتخطف. انهي بقى فكرتين الصح في الكوره؟ انك تلعب 10 ورا الكوره، ولا انك تلعب بتريسك وبتغامر؟ عايز اقول لكم بصراحه ان اللعب 10 ورا الكوره هو مغامره في حد ذاته. تعالوا نتخيل انك سبت الكوره في اقدام لاعبي ريال مدريد وما دافعتش، او ودافعت، اسف، ما هاجمتش، ما حاولتش، كانت النتيجه هتكون ايه؟ ممكن جدا تتغربل الاجوان عادي يعني. ليه؟ لان ريال مدريد في النهايه فريق يجيد تك 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 تناقل الكرات جون. لوكا مودريتش، توني كروس، انت مش هتحط ضغط على لعيبه زي دي، مش هتحط رقابه على لعيبه زي دي، انت هتسيب لهم الكوره، هتدفع الثمن غالبا يعني. فبالتالي العشرة ورا الكوره ريسك، زي انك تهاجم ريسك. فانت اخترت الريسك اللي يديلك امل في ان يمكن اعمل نتيجه استثنائيه. وخلونا نتفق ان كده كده هي استثناء. مره ثانيه مانويل جوزيه قال الجمله الشهيره: هتلاعب ريال مدريد 100 مره هتكسب مره وتخسر 99. فبالتالي خلينا نطارد الحلم. لو اتغلبنا فهو عادي يعني، ولو كسبنا ده الانجاز. فبالتالي انا كنت متفاهم الجزء بتاع الحلم والبحث عن الحلم قدام ريال مدريد، لان انا حطيت نفسي مكان مارسيل كولر. النتيجه 3-1، عندي فرصه ان انا ادافع واخليها بقى 3-1 واقفلها على كده. بس فكرت طب ما 3-1 انا لو رجعت 10 ورا الكوره ممكن يبقوا 4-1. لو هاجمت ممكن يبقوا، ومستحيل لو رجعت 10 ورا الكوره يبقوا 3-2. انما لو هاجمت ممكن تبقى 4-1، ممكن تبقى 3-2. 3-2 شكلها احلى كتير، يمكن تبقى 3-3، مين عالم. ده اللي عمله الهلال، وموسى مريجة ضيع انفراد رهيب من منطقه الجزاء، كان ممكن جدا يخلي السكور اقرب واقرب وتخلي المباراه فيها حياه. فبالتالي فكره انك تهاجم ريال مدريد، او فكره انك تلعب جيم ند للند امام ريال مدريد، على قد ما هي فيها جزء من الطيبه وكانك مصدق في نفسك انك هتقدر تكسب ريال مدريد، بس حقيقي ما انت ما ينفعش ما تبقاش مصدق في نفسك انك تقدر تكسب ريال مدريد، وما انت جاي تلعب البطوله دي ليه؟ ففي الاخر انا متفق مع مارسيل كولر في طريقته. قدام فلامينجو يمكن الوضع كان مختلف شويه، ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي عايز اراقبها في اداء مارسيل كولر امام الفرق اللي في الدوري، وفي دوري ابطال افريقيا تحديدا. الدوري انا بعتبر ان هو مساله وقت اكتر، لان مارسيل كولر مع قائمه وهو يديرها كمان بشكل ممتاز، وعدى اهم مراحل الدوري. وطريقته بتاعت التدوير اللي بانت قوي في ماتش فلامينجو اعتقد ان هي تكون فارقه مع الاهلي في انه ما يحصلوش سيناريوهات السنتين اللي فاتوا. ودي هنتكلم عنها برضو تفصيلا. بس في القصه بتاعت فلامينجو بقى، انك دي الحاجه الوحيده اللي انا عايز اراقبها بعد كده في مارسيل كولر، وهي فلامينجو لما الماتش كان 10 لعيبه وانت واصل لمرحله انك ممكن تلعب ضربات جزاء، كملت مغامره هجوميه. ولما كملت مغامره هجوميه نوعا ما انت بس اديت امل لفلامينجو اكتر. انا عارف ان انت بتدور على الثالث، وعارف انك تقدر توصل للثالث، بس في نفس الوقت اللعيبه القوام بتاعك تشفع لك انك تستخدمه، وتستخدم العمق بتاع القايمه كاملا، وتستخدم البودله، وتستخدم كل اللعيبه. بس وانت ب10 لعيبه وانت بتلعب عدد الماتشات الكبير المتتالي ده، كان سهل انك تتخيل انك هتتغربل، ان هيخش فيك اجوان اكتر من انك عندك فرصه انك تسجل. وبالتالي هنا كانت عمليا التفكير العملي يخلينا نقول انك العب على التامين. مارسيل كولر حتى هذه اللحظه لا يلعب على التامين. حتى لما ساب الكوره في ماتش بيراميدز، هو ساب الكوره عشان يلعب على الجون، يلعب على المرتدات، اللي هو افتح انت خطوطك وانا هضربك، بس انا عيني على ان انا اضربك على الهجوم. مش بلعب على ان انا امن قبل ما افكر في الهجوم، انا بلعب على ان انا ههاجم حتى لو باسلوب دفاعي، لو فاهمين القصد يعني. زي كده لما مورينيو كان ماسك ريال مدريد، كان بيلعب بطريقه تبدو للناس زي كانها هجمات مرتده، بس في نفس الوقت هو بيدافع من قدام، فهو بيضغط وبيجيب الكوره بسرعه وبيحولها لهجمات مرتده.
فهو دفاع من اجل الهجوم مش دفاع للدفاع. ففي بعض الامور في بعض المباريات كان موسيماني من الحاجات اللي ميزته في دوري ابطال افريقيا انه كان عارف يعمل دفاع للدفاع. لان في بعض الظروف المباريات الصعبه، الملاعب الصعبه، الاجواء الصعبه، السفر الصعب، الجدول المزدحم، بتبقى محتاج للموضوع ده. فهل مارسيل كولر هيعمله ولا لا؟ لان دي احيانا كتير بتبقى فارقه في الفوز بالالقاب بالبطولات القاريه. وطبعا احنا عارفين ان مارسيل كولر في النهايه احنا بنقيمه رحله طويله يعني، لانه في النهايه الراجل جاي بلا تجارب سابقه مشابهه فيما يخصنا. فبالتالي هو زي ما نقول جوزيه، انت بتبص على السي في بتاعه من اول يوم وبتقعد تراقبه في دوري ابطال افريقيا بيتصرف ازاي، في الماتشات اللي خارج الارض بيتصرف ازاي، في الماتشات مع الكبار بيتصرف ازاي. حتى هذه اللحظه مارسيل كولر محقق اداء طيبا. طيب حاجه بقى كمان في فكره الاعتراض على مارسيل كولر فيما يخص التدوير. الاعتراض على مارسيل كولر فيما يخص التدوير بالنسبه لي اللي هو انه عمال يغير كتير في الفريق مش منصف، لان انا اهتميت قوي بان انا اتفرج على الماتشات تاني قبل ما اطلع اتكلم معاكم. كان اهم سؤال للناس ليه حسين الشحات خرج. عايز اقول لك ارجع للدقيقه 71 من عمر المباراه والاهلي بيلعب مع ريال مدريد بعد ضربه الجزاء، حسين الشحات مش قادر يرجع يدافع في فرصتين ورا بعض الريال مدريد من نفس الجبهه دي. فبالتالي كان خلاص الراجل على قد ما هو بيساهم هجوميا، بس ما تنساش ان الجبهه دي فيها فينيسيوس كامافينجا وفيها توني كروس وبعد كده سيبايوس لما نزل بقى بيلعب عليها. هي جبهه قويه جدا، فما فيش مساحه لانك تبقى عندك لعيب ما بيرجعش. فبالتالي هو ده السبب اللي خلاه يغير اللعيب. انت عينك وانطباعك وقلبك يقول لك ان حسين الشحات كان نجم المباراه، وانا معاك هو كان نجم المباراه، بس لياقته قلت. دي حاجه انت ما خدتش بالك منها لانك ما بتبصش على الناحيه الدفاعيه عند حسين الشحات. دايما ممكن تكون شفته قطع الكره مرتين ثلاثه فبقى عندك انطباع انه بيدافع، بس في الدقائق دي هو كان ابتدى فعلا ما يقدرش يدافع. فانا مع الراجل تماما، مع مارسيل كولر. انا اعتقد ان هو يعني التغييره كانت صحيحه 100% بعد ما اتفرجت على الماتش تاني. الماتش بتاع فلامينجو فكره انه ابتدى بلعيبه كتير قوي بدلاء زي خالد عبد الفتاح ومروان وهكذا. طبعا بصراحه مروان عطيه مثلا اداؤه في الملعب جيد، لكن لا مش ماتش فلامينجو خالص. خالد عبد الفتاح شرحه، اتنين لعيبه ممتازين للمستقبل او للتحضير، لكن لسه ناقصهم حاجات كتير في الملعب. لكن ده لا يمنع ان الفكره بقى الرئيسيه، الاهلي اعتاد الاصابات طويله الامد بسبب ايه؟ الارهاق. بسبب ايه؟ الملاعب الصعبه. طيب يبقى احنا نصلح الملاعب، نبعد عن الارهاق بالتدوير. الاهلي اعتاد ايه في السنين اللي فاتت؟ يخسر الدوري في الاخر، برغم انه كل سنه كان بيبتدي الدوري بامتياز، والسنه اللي فاتت الموسم اللي فات كان اكبر دليل، وكسبان الزمالك 5 وعامل بدايه ممتازه عظيمه مع بيتسو موسيماني و3-4-3 منوره، والدنيا كلها بتقول ان الاهلي بطل الدوري. حصل ايه في اخر السيزون؟ اللعيبه مش قادره تقف على رجلها. ليه؟ عشان انت بتعتمد على مجموعه قليله من اللعيبه. فبالتالي انا مع جدا مارسيل كولر، معاه جدا في حته التدوير. وانت لو بتدفع ثمن ان ما عندكش قائمه تحتمل التدوير، فانت لازم ساعتها تبقى فاهم عيوبك فين عشان ده ما يتكررش. لان الفرق اللي بتلعب في بطولات زي كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا والسوبر و طبيعي جدا ان هي لازم تبقى قائمتها قويه، كبيره وقويه مش بس كبيره. فاتمنى انك تفضل تراقب ده، لان انا بحس ان المفروض الاهلي كان بيبني مشروع رياضي وبعد كده عطل. فاعتقد اتمنى ان هو يبتدي يحسب المشروع الرياضي زي كانه طالع من السنه دي، باللعيبه الصغيره، بالقندوسي، بالاضافات اللي جت بي بس يكمل على البنى بتاع ان انا هستبعد الاسماء اللي مش جيده، هحط مكانها اسماء جيده، لان لازم يكون معايا قائمه جيده لو انا عايز اطمح ان انا اروح كاس العالم للانديه تاني واكسب البرونز تاني، او اعدي بقى مرحله البرونز. اخر حاجه بالنسبه للاهلي كانت تخص، قبل ما اقرا الكومنتس بتاعتكم يعني، كانت تخص محمد شريف وخط الهجوم، والاهلي محتاج فيرود. الاهلي محتاج مهاجم، وانا مع كل الناس اللي شايفه ان الصح كان لازم المهاجم يجي، لان مش بس عشان كاس العالم للانديه، لكن الصح انه كان يجي لان دي اصبحت نقطه واضحه للعيان، ولان المدير الفني بتاعك بيلعب بمهاجم، مش بيلعب بمهاجم وهمي زي بيتسو موسيماني فيقدر يتحايل على الموقف.
لا، هو في امس الاحتياج لمهاجمين، وبالتالي كان لازم مهاجم يجي. طيب على ما يجي المهاجم هتعمل ايه بقى؟ مبدئيا انا متهيألي الاهلي اصلا محتاج يعيد صياغه خط الهجوم كاملا، لان اذا كان عندي محمد شريف، شادي حسين، دول المهاجمين اللي موجودين في التشكيل الرئيسي مع كهربا، و معاهم احيانا بيرسي تاو اللي ابتدى ياخد ادوار مختلفه. فاعتقد ان انت محتاج تبقى مستوعب ان انت كده ما عندكش ولا بروفايل مهاجم قوي وطويل تقدر تلعب عليه اللعب مباشر لما الامر يحتاج الى ذلك. النقطه الثانيه ان انت ما عندكش حاجه من الاربعه دول اللعيب اللي يكون بلاي ميكر فعليا اكتر بعقل بلاي ميكر يعني، وبيقدر يلعب زمايله ويحركهم. فدي نقطه تانية. غير طبعا الفكره بتاعت ان كهربا في الوقت الحالي مرة تانية بقى مهدد بالغياب، فانت خايف تعتمد عليه بشكل رئيسي، وفي نفس الوقت هو لسه محلش الأزمة الرئيسية بتاعته بتاعت الفلوس. فالمكان ده بقى محتاج فلترة مرة تانية. دي الحاجة اللي أنا مرة تانية مستني أشوف مارسيل كولر هيتعامل معاها إزاي، لأنه في النهاية هو اختار إن هو يكمل بالقايمة دي، ما يرهنش على لعيب أقل جودة. وأنا متفق معاه في ده، كفاية صفقات فاشلة. لكن في نفس الوقت انت محتاج جدا تضمن نجاح الصفقه الجايه. وفي سؤال مهم: ازاي وانت محتاج مهاجم من ايام وليد ازارو؟ ازاي وانت محتاج مهاجم من ايام اليو بادجي؟ ازاي وانت محتاج مهاجم طول الفترات دي ما عندكش A و B و C وقادر تتحرك معاهم وتبقى ضامنهم؟ ازاي انت كنت عارف انك محتاج مهاجم في الصيف ما جبتوش وقلت هنأجل الملف ليناير، لما وصلنا ليناير اكتشفنا انك لسه بتفتح الملف؟ انا عارف ان ده اكيد متعارض تماما مع الحقيقه، يعني انا متاكد ان اداره الاهلي مش هتفكر كده، اكيد هي كانت بتدور على مهاجم. بس ايه اللي عطلك؟ لو في حاجه بقى عطلتك انت محتاج تتخلص منها، لان هو ده السؤال المهم. ايه اللي معطلك؟ ايه اللي معطلك في انك تبقى عارف شكل اللعيبه المتاحين في العالم كله ومين فيهم يفيدك وكل واحد فيهم تسعيرته كام، واقدر اكلم الانديه والوكلاء ازاي ومن امتى؟ مش هتكلم كتير في الحته دي لان احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عن ضروره وجود موظفين اكفاء جدا بشهادات وخبرات فيما يخص التطوير الرياضي في الاهلي، فيما يخص التعاقدات، فيما يخص الحكم على اللاعبين. لعيبه سابقين يتم تدريبهم بشكل ممتاز، او محللين اداء لم يمارسوا كره القدم يتم تعليمهم وتدريبهم بشكل ممتاز. المهم ان يبقى فيهم السمتين بتاعت انك تبقى عارف التقنيات السليمه وطريقه الحكم على اللاعب، وفي نفس الوقت عندك العلم والمعرفه بتاعت انا محتاج ايه ومحتاجه ازاي ومحتاج احكم عليه ازاي وازاي احطه على الداتابيس بتاع الاهلي، بحيث ان يبقى الاهلي او الزمالك عندهم قاعده بيانات للعيبه اللي تقدر تتعاقد معاهم ومفيدين للنادي. مش يلا انا بعت امام عاشور يوم الجمعه، طب يوم السبت بقى انا مين احمد بالحج، يلا 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 هاتوا. بس فده اللي احنا عايزين كنا نتكلم فيه في الاهلي وشبكنا فيه في الزمالك.